خبر مفرح لعشاق عز الدين أناحي وفريق جيرونا. السبع ديالنا غادي يكون حاضر في ماتش الجمعة ضد ريال سوسيداد، والسبب هو الضوء الأخضر اللي عطاته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت أن جيرونا تنفس السعداء أخيراً. الفريق الكتالوني كان خايف يتحرم من خدمات النجم المغربي في هذه المواجهة المصيرية، خصوصاً بعد ما غاب على الماتش اللي فات ضد إلتشي بسبب التوقيف، وكان قريب بزاف يشد الرحال للمغرب باش يلتحق بمعسكر الأسود. إدارة جيرونا ما بقاتش مربعة يديها، وقدمت طلب رسمي للجامعة باش يأخروا التحاق أناحي بالمنتخب بضعة أيام، والجامعات فهمت الوضع وعطات الموافقة، وهكا أناحي غادي يقدر يعاون صحابه في هذا الماتش القوي اللي كيعتبر منعرج أخير في مرحلة الذهاب ديال الليغا. الصحيفة الإسبانية أكدت أن جيرونا بلا أناحي كتلقى صعوبة كبيرة في الإبداع وفك شفرة دفاع الخصوم. أناحي هو اللي كيعطيهم التوازن والحلول في التحولات السريعة، والأرقام كتبين أن الفريق ولا أكثر صلابة من اللي رجع عز الدين لمستواه المعهود. المهم غير يسالي الماتش نهار الجنها، وناحي غادي يطير مباشرة للمغرب باش يبدا الاستعدادات لكأس إفريقيا مع المنتخب، واللي كنتمناو فيها التتويج إن شاء الله. وإلا مشينا بعيد في المسابقات، جيرونا غتقدر تغيب عليها المايسترو ديالها لمدة كتوصل لشهر كامل. وانتم شنو بان لكم في هذا القرار؟ واش مزيان يلعب هذا الماتش ولا كان خاصو يرتاح؟ خليو لينا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد.